وهل دي الكوميديا المطلوب تقديمها لكل واحد بتقول عليه شخصيته فيها كوميديا؟ لو كل واحد شخصيته فيها كوميديا، الكوميديا معانا بتتقدم بالشكل ده، يبقى شكرا للكوميديا بجد، وشكرا لكل افلام السوبر هيروز اللي في كل مرحله ما هتفقعنا اكتر واكتر. وفقا لعرف السوق ان الاختلاف ان كل واحد يقدم شيء مختلف عن الاخر، وكون ان كل واحد بيقدم شيء مختلف عن الاخر ده لا يعني ان الاتنين مختلفين او ضد بعض حرفيا. ولكن السؤال الاهم في بدايه الفيديو ده، هل انت حاسس ان الفيلم مختلف؟ هل انت حاسس ان الفيلم بيقدم لك بضاعه جديده؟ انت رايح تشتري بضاعه يا معلم، هل البضاعه في الفيلم ترتقي وتستاهل انها تقول بضاعه تستاهل انك تدفع فيها فلوس؟ السؤال والاجابه عندك، حتى لو دخلت الفيلم او حتى لو ما دخلتوش ولسه قاعد مستنيه ينزل على المواقع او تتفرج عليه حتى اتش دي كام مسروق، ولكن انت عارف الاجابه مسبقه من قبل صدور الفيلم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، فيديو جديد. والنهارده هنعمل مراجعه عن احدث افلام عالم، مش عارف اقول لك الدي سي يو القديم ولا الدي سي يونيفرس الجديد، كل ده الاعتماد حسب نجاح الفيلم تسويقيا وماديا. فشركه ورنر براذرز يا اما تعترف فيه يا اما لا 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 ده الفيلم ده تبع الان زاك سنايدر قديم، طب لو نجح ماديا لا ده حبيبي نكمل معاه يبقى الدي سي يونيفرس جديد. فيعني في خلطه بيتا كده يا معلم، هنستكشفها ونستشفها على مدار الايام القادمه. اهلا بيكم في مراجعه فيلم شازام فيوري اند جاز. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان كده بيساعد، ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. الفيلم من بطولة كل من جريس فالتون، زاكري ليفاي، هيلين ميرر، ريتشارد زيجلر، لوسي لو، ادم برودي، اشر انجل، واخيرا طبعا جاك ديلن. الفيلم من اخراج دافيد ساندربرج، مخرج الجزء الاول والجزء الثاني معانا، وبيصلح للاعمار ذو 13 سنه، ومده الفيلم ساعتين و10 دقائق. وقصة الفيلم عقب أحداث نهاية الجزء الأول من شازام وحصول عائلته وأخوته على قوته عقب حربه مع دكتور سافانا، نعود مرة أخرى مع شر أصل قوة شازام والسحر اللي أعطاه القوة، واللي بتظهر معانا أبناء أطلس الثلاثة هيسبرا وكاليسبو وأنيسة، اللي سعيين يرجعوا مجد أبوهم وينتقموا من الساحر والبطل بتاعه شازام في رحلة استعادة السحر بأي وسيلة كانت. طيب الكلمتين المختصر المفيد اللي ممكن نتكلم عن الفيلم ده بدون حرق، الفيلم ده يا باشا هو تجربة بلا شيء. تجربة لو انت داخل كده يا باشا بابنك الصغير، داخل كده داخل تفضي دماغك من الاخر، داخل تتفرج على فيلم ممكن بنسبة تتخطى 99% اللي هو يعني 100% بس الا شرط خفيفة، الفيلم ده ممكن ما ترجعلوش لمرة تانية في حياتك، انا باكد لك على النقطة دي. فالفيلم هو غرضه الاول والاخير النقطة دي. فهل انت داخل تستمتع فقط ولا انت داخل بتدور على فيلم متميز وفريد؟ الاجابة عند حضرتك. طيب قبل ما نتكلم عن الفيلم بشوية حرق يعني اللي ممكن نستخلصها او نستشفها من الفيلم من تجربة الفيلم، ولكن نحكي شوية حكاية صغيرة بسيطة كده عشان اوضح لك وجهة نظري جاية منين. في خطة عالم دي سي القديم سنة 2014 شازام كان جزء لا يتجزأ من الخطة الأساسية خصوصا في البدايات، يعني شازام أصلا من توابع الخطة القديمة وتقديمه كان هو وندر وومن وأكوامان وذا فلاش وجاستس ليج طبعا وباتمان في سوبرمان وسوسايد سكواد وبيردس اوف فيري ومان اوف ستيل، وطبعا مستمر معانا لغايه وقتنا الحالي بالجزء الثاني من السلسله دي. ولكن الاختلاف مع مرور السنين والاختلاف مع ادارات شركه ورنر براذر وشركه دي سي خلت شازام يتحرم من اهم نقطتين. النقطه الاولى والاهم هي الفايب، الاستراتيجيه، الجو، الشكل العام من العالم اللي انت متبع ليه. قلت لك في البدايه الاختلاف، ازاي تبيع المنتج بتاعك، هل المنتج بتاعك مضروب ومتقلد من المنتجات التانية المتميزة في السوق واللي هي بتنجح بالشكل ده، ولا انت المنتج بتاعك داخل بشكل جديد، داخل بشكل فريد من نوعه، داخل بشكل نجح اصلا في البدايات على مستوى كل شيء، ولكن بس كان بيتهاجم في البدايات لان من الشيء الطبيعي ومن المنطقي ان المختلف بينتقد في البداية. فليه انت ما تكملش مسيرتك للنهاية؟ لا انت بتوقف في نص الطريق وتقرر تختلف وتاخد كل شيء كوبي بيست حرفيا. وده اللي بينطبق على شركة دي سي، وانها قررت في نص الطريق تقطع كل حاجة وتقطع الراس من حديد. انا هنسخ مارفل من كل حاجة حرفيا. والنسخ ما وقفش عند كده، النسخ وقف ان انت هتنسخ مارفل من الجو العام، هتنسخ مارفل من الكوميديا، هتنسخ مارفل من كل احداث الفيلم ومن الجو معاه بتاع الفيلم عامل ازاي. روح اتفرج يا ابني لكل المخرجين وكل الكتاب، روح شوف مارفل بتعمل ايه واعمله، ماليش فيه. هو دي الاجابة والمختصرة عندي. بالاضافة بقى دي نمرة واحد، انت حرمت شازام من ان انت تعمل له افلام عظيمة، افلام درامية من الدرجة الاولى. نمرة اتنين ان انت حرمته من بلاك ادم.
بلاك ادم جزء لا يتجزأ من شازام ومن قصته، ده على الاقل اللي انا اعرفه يعني في الكوميكس ومدار مشاهدتي للانيميشن وما الى اخره. فازاي تحرمه؟ ازاي اصلا انت عايز في بدايتك دي حاجه بديهيه ان انت اي شخصيه سوبر هيرو في الوقت الحالي انت عايز تعمل له ترولوجي، بالاضافه لظهوره المتعدد في الافلام بقى سواء افلام جماعيه او افلام فرديه، ظهور كاميوز وما الى اخره. فانت قررت في وقت من الاوقات بناء على الضغوط، اعتقد مش قرار يعني شركه فنيه، ان انت في مرحله ما دوين جونسون ذا روك وصل لمرحله من النجوميه، فمن الضغط بقى وفكره ان ورنر براذر ودي سي بتعاني من فقد الاداره الحقيقيه، خرجت بلاك ادم من مشهد في الكريديت سين من فيلم شازام الجزء الاول، وبالتالي لما بلاك ادم جه تقدم معانا تقدم في فيلم لوحده. ودي حاجه يعني في منتهى العبط. ودي اعتقد انا كنت اتكلمت عليها في الفيديو الحلقه بتاع بلاك ادم، ازاي بتقدم بلاك ادم وما تذكرش شازام. دوين جونسون ذا روك من بدايات عالم دي سي السينمائي قال انا عايز اواجه سوبرمان هنري كافيل. مفهوم يا سيدي، وطلبك على راسي من فوق، كنت متحمس فشخ ان انا اشوفك ضد سوبرمان، ولكن ما تذكرش شازام خالص. يعني انت بلاك ادم وجد وعاد لكي يواجه سوبرمان. المنطق انت حاسس ان سوبرمان هو الكفه الاعلى والخصم الاكفأ، يعني ده بالنسبه لنظره دوين جونسون ذا روك، واللي اعتقد دلوقتي نظرته بقت مكسوره لما حد بيجي يكلمه عن فيلم بلاك ادم والتوقعات اللي هو كان عاملها مع مواجهته لسوبرمان هنري كافيل. فليه ما تذكرش شازام من الاصل؟ ليه ما يكونش التخيل المثالي ان انت نقدم شازام في الجزء لوحده سنه 2019؟ ده لو كانت قدم بقى طبعا بالخطه القديمه بقى بالمنظور الدرامي والمنظور السوداوي شويه المختلف عن البضاعه الثانيه اللي بنتكلم عليها عالم مارفل السينمائي. تيجي في الجزء الثاني من شازام نسميه شازام فيرسس بلاك ادم، زي ما عملت في باتمان في سوبرمان. طبعا الاختلاف ساعتها ان انت حبيت تعمل فيلم 3 ساعات وقصيت منه، لكن هنا اكيد الفيلم مش هيكون بالمده الكافيه والمده اللي تقطع منها، وهتعمل فيلم ان شاء الله كويس. ده بالتخيل المثالي. وتيجي في الجزء الثالث بقى طبعا في مرحله قدام بقى وتنهي على شخصيه شازام، تنهي على شخصيه بلاك ادم لو انت حبيت تحوله لانتي هيرو، ايا كان من الخطط المعتقده اللي انت حابب تقدمها قدام، بالاضافه لظهور شازام بالشكل المعتاد اللي احنا متعودين عليه، علاقته مع الجاستس ليج، علاقته مع وندر وومن، علاقته مع سوبرمان وما الى اخره. ولكن انت دلوقتي مقدم لي شازام وشازام فيوري اند جودز. يعني انا مش فاهم ايه مدى نجاح شازام عشان تعمله جزء تاني. الفيلم نجح في 2019 جاب 300 حاجه، هو ده النجاح؟ طب ما الفيلم اللي على تكه المليار ده فشل. الافلام اللي جايبه 600 و800 و700 ده فشل، واللي جاب 300 وشويه وكسر اعمل له جزء تاني. لو حد كلمني بالمنطق قبل 10 سنين سوبرمان معمول له جزء واحد وبنستشحف وبنشحت على الجزء الثاني، باتمان عالم دي سي السينمائي ملوش ولا جزء، فلاش لسه يا دوبك هنشوف له فيلم اخيرا، شازام فيوري اند جودز ايه المنتج اللي بتبيعه؟ نتكلم بحريه حرق، خش بحريه حرق عشان ما نطولش في الموضوع اكتر من كده. ما نتفرجش على الفيلم حابب يوقف هنا، حابب يسمع، حريه الاختيار ليك يا معلم. الفيلم من البدايه بيحاول يقدم لك منظور العائله بشكل جديد، ونرجع عقب نهايه احداث الجزء الاول وازاي بيلي باتسون هيتعامل معانا بالتيم بتاعه باخواته بعائلته اللي خلاص بقى يحبهم عقب ان هو خلاص عرف مصيرته عرف مصيره مع امه انها خلاص هي اللي رمته وهي اللي سابته في النهايه. وطبعا تكوين العائله وازاي بقى كل واحد منهم بعد ما حصل على القوه بتاعت شازام وكل واحد منهم بقى البطل من وجهه نظره ومنظوره الخاص. لكن اللحظات العائلية في الفيلم هي طفيفة، اللحظات العائلية في الفيلم جميلة، ولكن في إطار هو ما يتبلعش وما يتهضمش. فاهمني؟ بحاول أوصل لك الموضوع كده بأبسط الطرق الممكنة. نيجي للفيلنز وأحب أفتكرهم تاني معلش معاك كده عشان يعني معلش، هيسبرا وكاريسبو وأنيسا. يعني بيحاول يجيب لك حاجة ان هو دول جايين من الاصل، من اللي هم اصلا قوة السحر بتاعت السحر اللي اعطى قوة لشازام، هي دي القوة دي والسحر ده كان بتاعهم ولكن اتسرق منهم وبيحاولوا يرجعوا عن جد ابوهم، وبقى نخش في معركة وخلاص بقى دول عندهم القوة ان هم يسلبوا لشازام قوته، وخلاص شازام بقى لوحده بعد ما سلب القوة من كل اخواته وما الى اخره من الحكايات. ولكن على مستوى تجربتي الخاصة انا ما حسيتش بامتاع شوية غير على مستوى ربع ساعة اللي هي او 10 دقايق من المعركة الاخيرة، واللي اتصدمت سبويلر ريت تحريق او حرق ايا كان بقى، انا عمال اقلش في الكلام دلوقتي. ولكن اللحظة اللي مات فيها شازام
بعد المعركه الاخيره دي انا اتصدمت ان اصل انا كل في لحظات في الفيلم انا عمال اقول خلص يا عم خلص، ما كانتش 60 جنيه او 100 جنيه دفعتها معاك في السينما الله يبارك لك، انت عمال تقرف ميتين امي وانا مستني حاجه كده شويه لمحات حاجات طفيفه. اول ما لاحظت ان شازام مات وعملوا مشهد انا خلاص اقتنعت انه مات. قلت بقى ممكن يرجع بطريقه ما قدام لو جيمس جان حابب يستعين بيه. في نفس الوقت عمال اكلم نفسي وانا بتفرج على المشهد، لا يا عم ده وورنر براذر يعني احنا بنفهمها وهي طايره، لا هيرجع بطريقه ما بطريقه غبيه ويقتلوا المشهد وميتين المشهد بعد ما المشهد كان ملحمي جدا، ولكن انت ما تعرفش وما تستوعبش وما تفهمش بعد ما مات في مشهد جبار. واعتقد اخوه اللي هو استنى كده افتكر معاك وانا قاعد بفتكر معاك كده، وهو فريدي اللي عمله ممثل جاك دايلان. لا المشهد كان حلو، ولما ينزل على منصات الستريمينج سيرفيس او على المواقع الالكترونيه هتشوف المشهد كان حلو، ولكن بنمشي ويدفنوه وخلاص ماشيين في اطار حلو ونكتفي من شازام كفايه على كده. لو عايز تبتدي شابتر جديد في عالم الدي سي يونيفرس الجديد مع جيمس جان، ولكن يرجع ازاي بقى شازام للحياه يا باشا؟ يرجع ازاي؟ وندر وومن ظهرت الحركه دي بص اللقطه دي. لا بقول لك محدش هياخدك غيري، انت عروستي وانا عريسك. وندر وومن ظهرت بايه؟ بالساوند تراك او السيم اللي عمله هانز زيمر سنه 2016 في فيلم باتمان في سوبرمان، واللي تن 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 فاهم الفكره؟ ومنظر وندر وومن هو منظر وندر وومن عقب احداث وندر وومن 1984، يعني ما حسكش بالهيبه بتاعت وندر وومن بي في اس ووندر وومن 2017. فاهم الفكره؟ دول حاجه منفصله تماما وسيبريت، لكن الوندر وومن المعترفه بيها من قبل دي سي هي وندر وومن سنه 2020 بالجزء الثاني بتاعها الافشل من افلام ما يمكن يعني نحكي عنها. ورجعت بقى ان هو ايه، ان العصايه بتاعت الساحر محتاجه بالتعبير المجازي بتاعهم اله يمسكها، ووندر وومن بالنسبه للشخصيات بتاعت دي سي عمرها طبعا الاف السنين فمسكت. رجع معانا شازام للحياه فاميلي، وطبعا فكره الريفرنس بتاعت فاميلي من فاست اند فيريوس موجوده معانا في الفيلم. بس شكرا. ماذا بعد؟ يمكن النقطة اللي عيد واكررها معاك ال10 دقايق اللي استمتعت بيهم على مستوى المعركة وتنفيذها ونهايتها طبعا قبل ما تصدم في النهاية، ان السي جي اي كان كويس. يعني كان في حاجة ان انت برغم العبط اللي عملته على مستوى احداث الفيلم انك تنهي بشكل جامد وبشكل غير متوقع من فيلم ما حدش منتظره غير اللي عمله واخوات اللي عمله وقرايب اللي عمله من مخرج وممثلين وشركة. فاهم الفكره؟ انا متوقع الفيلم ده فشل كبير جدا، الا لو حصل كده يبقى انا بقى الذوق في الحديد بقى مش قادر اقول لك يعني ازاي افلام زي دي تنجح. يعني بحاول الاقي مخرج اقول لك ان الفيلم لا حلو لا وحش لا جيد بالمعايير العامه، بس هو مش ماي ثينج، مش بالنسبه لي، لكن بالنسبه لناس تانية حلوه. طب هو ايه الاختلاف؟ انا مش عارف الصراحه. هو الفيلم ده بالنسبه لي في اللا شيء، في كون اللا شيء كده، انا مش عارف منه حاجه. فاهم الفكره؟ لكن طبعا شخصيه شازام وزاكري ليفاي المطبلاطي اللي كان بيحارب السنايدر كارت واللي كان بيحارب ريستور ذا سنايدر فيرس وكل حاجه، يعني مستمر معانا الراجل بسم الله ما شاء الله ب100 لون. المهم ايه؟ يستمر في ان هو يعمل شخصيه وافلام لعالم دي سي وياخد الاجر المطلوب. تقييمي في النهايه للفيلم بالنسبه للحظات اللي استمتعت فيها على مستوى الفيلم بشكل عام بعيدا عن اللي كنت بأمن ليه كنت بتمناه، اعتقد 4 من 10. 4 من 10 كفيل ووافي بالنسبه للسين بتاع الفيلم وبالنسبه للاجواء بتاعه الفيلم اللي كانت كلها في منتهى الغباء والسذاجه. شازام حد هيقول لي شازام كوميديا، شازام هو ده الطيب والنوع بتاع شخصيته، مفهوم، لكن هل انت فاكر هو ده الكوميديا بتاع شازام؟ انت كده مش عارف اقول لك ايه. وهل دي الكوميديا المطلوب تقديمها لكل واحد بتقول عليه شخصيته فيها كوميديا؟ والنبي فهمنا الله يبارك لك، لو كل واحد شخصيته فيها كوميديا الكوميديا معانا بتتقدم بالشكل ده، يبقى شكرا للكوميديا بجد، وشكرا لكل افلام السوبر هيروز اللي في كل مرحله ما هتفقعنا اكتر واكتر.
وبس كده يا مشاهدين، ده كان كل اللي عندي النهارده. اتمنى في الاخر تعمل لايك للفيديو، اشترك لو كنت ما شفتني وتشجع سباك سلوك جديد في النهايه. كمان كمان محمد، اشوفك الفيديو الجايه. سلام.